به. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية رحمكم الله. وثالثة غفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا سيد الشهداء. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا مظلوم، يا غريب كربلاء. السالبين النفس أول ضربة، والملبسين الموت كل طعين. لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اشتباك السمر قبض ظنين. سلكوا بحارا من دماء أمية بظهور خيل لا بطون. سفيني لو كل طعنة فارس بأكفهم لم يخلق المسبار للمطعون. حتى إذا التقمتهم حوت القضاء وهي الأماني دون خير. أميني نبذتهم الهيجاء فوق تلاعها كالنون ينبذ بالعراء. ذنوني فتخال كلا ثم يونس فوقه. اتخذ القنا بدلا عن يقطيني. خذ في ثنائهم الجميل معرضا. فالقوم قد جلوا عن التبيين. ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفيني.
بالطف كي يروا الأولى فوق القنا، رفعت مصاحفها اتقى منوني، رفعت رؤوس بني النبي مكانها، وشفت قديم لواعج والشجون، صد وبراس الولي من النوح هلكت نسوته، شيبهم خضاب وسكنات نحلت من شوفته، يا زجر ميل براس حسين ذوبتي الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم ما بقي للحارم حال، تلعب براس الولي فوق الرمح يمنايا والشمال، ما قدر انضربوا علي تلعب الريح بشيبته، بالأمس شوفت عزيز حسين تجلب لي السرور، لا ركب مهره وتسلح والوجه يسطاع بنور، حالها اولاده واخوته وظل على خيامنا يدور، ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طابته، وهسه فوق الرمح ويقودون خلفه ناقتي، يدير لي بالعين من يسمع عزيزي ناحبتي، وينذهل قلبي وغصم بالهادج اضرب جابتي، لا تلوموني ترى من النوح تبدي مفتته، ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصفه للمتقين: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. أمير المؤمنين عليه السلام وإمام المتقين بعد أن وصف المتقين بأنهم هم أهل الفضائل أخذ يعدد فضائلهم واحدة بعد واحدة، وأخذ يشير إلى سلوكهم وأعمالهم وسيرتهم بعد تلك المقدمة التي مرت علينا من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وأول فضيلة ذكرها أمير المؤمنين للمتقين قوله منطقهم الصواب،
يعني أنهم يلتزمون بقول الحق والصواب في كل كلامهم، وينزهون ألسنتهم عن قول الباطل. أي نوع من أنواع الباطل، أي قول من أقوال الباطل، ألسنتهم منزهة عن قول الباطل. المتقون لا يجد الباطل طريقا إلى ألسنتهم، فهم ينزهون ألسنتهم عن الكذب مثلا، هذا نوع من أنواع الباطل، هذا مصداق من مصادق الباطل. الكذب ما يجري على ألسنة المتقين، لأن الكذب رذيلة، وهم أرباب الفضائل وهم أهل الفضائل، فما يمكن أن يتصفوا برذيلة الكذب، لأن الكذب من أقبح الرذائل. حينما نرجع إلى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، نجد الأخبار والأحاديث تندد بالكذب أي تنديد، إلى درجة أنها تعتبره أكبر من شرب الخمر، أكبر من شرب الخمر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله قد جعل للشر أقفالا. الشر له أبواب، والأبواب لها أقفال، والأقفال لها مفاتيح. إن الله قد جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، يعني شرب المسكر، شرب الخمر. شرب الخمر مفتاح لكل سوء، لكل شر، وهذا ما نجده بالعيان. اللي يمارس هذه الجريمة ويمارس المسكر تشوف بلاء ما ينحصر فيه، لو كان بلاءه ينحصر في نفس الشارب إلى نار جهنم، لكن تجده يعم من حوله. البلاء على غيره أيضا ينسحب على غيره، ينسحب على أسرته، ينسحب على أولاده. يشرب الخمر، يراه ولده سكرانا، تراه ابنته سكرانا، تراه زوجته سكران. ايش تنتظر من أسرة ينظرون إلى رب الأسرة سكران ويمارس مسكر؟ ايش تنتظر من هذه الأسرة؟ ايش تنتظر من أولاد يتربون في رحاب إنسان خمار دائما وأبدا سكران؟ الأطباء يقررون أن المسكر، أن شارب الخمر المدمن عليه يبتلى بأمراض صعبة جدا تنتقل بالوراثة إلى نسله وأولاده، وإذا ينشأ بسببه جيل مريض بالأمراض الصعبة بسبب شرب المسكر، بسبب شرب الخمر، يجر البلاء على غيره من الناس. يشرب الخمر، يركب سيارته، يصنع له حادث يهلك فيه 2 1. من أوسع أبواب السوء والشر شرب المسكر. إن الله قد جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. الكذب أقبح من الشراب. سئل النبي صلى الله عليه وآله: هل يكون المؤمن بخيل؟ قال: قد يكون مؤمن بخيل يصير.
هل يكون المؤمن جبانا؟ قال قد يكون مؤمن وضعيف نفس جبان. هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لا يمكن أن يكون المؤمن كذاب، لأن الله جل وعلا يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فنفى الإيمان عن الكذاب. وطبعا الكذاب مو اللي يكذب مرة في عمره ولا مرتين، هذا يسمى كاذب مو كذاب. الكذاب على وزن فعال، مثل شراب. شراب يعني كثير الشرب، أكال يعني كثير الأكل، كذاب كثير الكذب، يعني الذي أصبح الكذب له صفة أصيلة، أصبح الكذب من أخلاقه الرئيسية، ما عنده تورع أن يكذب في كل موطن، في كل حالة، في كل موعد، مع أي شخص، بأي مناسبة، ما عنده أي مانع. يعني أصبح الكذب شيء متأصل في نفسه، هذا هو الكذاب. هذا ما يصير مؤمن، الإيمان منفي عنه، لا يكون المؤمن كذابا. أما إذا يكذب الإنسان مرة في موطن من المواطن، هذا كاذب مأثوم إلا أن يتوب، جريمة، لكن مو كذاب مثل ذاك الذي أصبح له الكذب مهنة وصفة. لا يكون المؤمن كذابا يعني كثير الكذب. ولعلك يعني تستغرب، ايش دعوة هالتنديد بالكذب أكبر من شرب الخمر ونفي الإيمان؟ أنت لا تأخذ الكذب على حسب نطاقه الضيق، بأن الإنسان يكذب في موطن في موقف. الكذب له معاني أو له مفهوم واسع. البهتان من الكذب. البهتان شنو؟ أن تبهت أخاك المؤمن. البهتان أن تصف أخاك المؤمن بوصف تسيئه وهو ليس فيه. أن تصف بوصف تنسب له عمل، أو تصفه بوصف تريد أن تسيء تمزق شخصيته وهو ليس فيه هذا العمل، هذا الوصف، هذا يسموه بهتان. هذا أعظم من الغيبة. الغيبة أن تصف أخاك، أن تذكر أخاك المؤمن بما يسيئه وهو فيه، العمل فيه، الوصف فيه، لكنك تريد ذكر العمل أو ذكر الوصف، تريد إساءته، تريد تمزيق شخصيته، تريد تشويه سمعته، هذه هي الغيبة. أما إذا كان الوصف ليس فيه، هذا بهتان أعظم من الغيبة، أعظم من الغيبة. البهتان جزء من الكذب، القاذف جزء من الكذب. القذف أن تقذف محصنة أو محصن بالفاحشة، بالعمل، بالجريمة، هذا عبر عنه قذف، هذا نوع من أنواع الكذب. فإذا الكذب بمفهومه الواسع ليس بغريب بأن يصير أعظم من شرب الخمر، لأن المفاسد، لعل المفاسد المترتبة على الكذب بمفهومه الواسع أعظم من المفاسد المترتبة على شرب الخمر، أقبح. لأن تصور ما ابتلي الدين ما ابتلي بأعظم من الكذب والكذابين. هذا أعظم بلية حلت على الإسلام، أعظم بلية حلت على الإسلام قضية الكذب والكذابين. حرف دين الله، روايات مكذوبة ومزورة، الشريعة حرفت أحكام الله، زورت أحكام، غيرت شريعة السماء، والسبب الكذب. أحاديث ما شاء الله مختلقة ومزورة، الناس تعمل عليها، أمة تعمل على أحاديث مزورة أو تعتقدها.
أكو بلاء أعظم من هذا البلاء؟ أن يزور أحكام الله، تزور دين الله، يغير شريعة الله، تحرف، والسبب الكذب. فإذا بلاء الكذب أعظم بلاء، من أعظم البلايا بلاء الكذب. في عهد الإمام الصادق واحد من الملحدين اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء، هذا ملحد ومن دعاة الإلحاد، زعماء الإلحاد، حكم في حقه بالإعدام، عليه بالإعدام، أخذ ليقتل، فقال اصنعوا في ما شئتم فلقد دسست في دينكم 4000 حديث، فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم. هذا من الكذب، 4000 حديث، سهم واحد من الكذابين الوضاعين، غير سهم أبي هريرة وأمثال أبي هريرة. وإذا لجان شكلها معاوية في وضع الأحاديث وتزوير الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلى رأس اللجان أبو هريرة الدوسي، وكم من الأحاديث المكذوبة والمزورة على لسان النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو بلاء الكذب. فإذا المتقون منطقهم الصواب، الكذب ما يجري على ألسنتهم، البهتان ما يجري على ألسنتهم، الغيبة ما تجري على ألسنتهم، الفحش لا يجري على ألسنتهم، قول الباطل بكل أنواعه لا يجري على ألسنتهم، منطقهم الصواب. ضابطين لهذا اللسان، ألسنتهم مضبوطة، والإنسان إذا ما يضبط هذا اللسان بلاؤه بلاء. إذا ما ينضبط هذا اللسان، هذا اللسان العقور، هو جارحة بسيطة، قطعة من اللحم بسيطة، لكن شوف آثاره. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصاد ألسنتهم. ممكن تصدر من عند الإنسان كلمة بسيطة يعتبرها خفيفة في لسانه، لكنها ثقيلة أثقل من الجبال، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. التلفظ والكلام سهل على الإنسان بسيط، لكن فليتأمل آثاره، فليتأمل نتائجه. أما قضية مجرد الكلام بسيط وسهل، من أخف الأمور الكلام، لكن النتائج ممكن أن الإنسان يتكلم بكلمة فيهدم بها عروشا مبنية، يهدم بناء، ممكن يهدم قضايا اجتماعية هامة بكلمة واحدة، ممكن يدمر أمة من الأمم، جيل من الأجيال يتدمر بسبب كلمة واحدة بهذا اللسان. إذا كان الإنسان ما عنده التزام في الكلمة ويلقي الكلام على عواهنه ويلقي وينطق ويتكلم كيفما كان الكلام والنطق، لا يبالي، النتائج وخيمة. من أهم الأمور ضبط لسان الإنسان في القول والكلام. كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة واحدة تشوف ثمارها ونتائجها إلى الأبد. كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ليش أصبح لهذا اللسان هذا الدور الكبير؟ لأن في الواقع اللسان ما هو إلا جهاز، آلة لإبراز خفايا الإنسان، حقائق الإنسان وخفاياه. من أين تبرز؟ بأي طريقة تبرز عن طريق اللسان. اللسان هو الطريق لإبراز ما في القلب، ما في الضمير، فيما في دواخل النفس. الإنسان يعرف بلسانه. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. حتى الإيمان والكفر ما يعرف إلا باللسان. تعرف بأن هذا مؤمن إذا يصرح بكلمة الإيمان، بقول الإيمان. مسلم إذا صرح بلسانه بكلمة الإسلام. كافر إذا أعلن كلمة الكفر يعرف كفره. من أين عرفنا كفر يزيد بن معاوية؟ إنما عرفنا كفر يزيد بن معاوية لأنه أعلن كلمة الكفر صريحة في قوله: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يقول قضية دين وقضية قرآن وقضية وحي هذا ما لها أساس. إنما أراد محمد وعشيرة محمد أرادوا السلطة على الناس والاستيلاء على الناس، قالوا هذا دين من السماء. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. لعمري لقد انتقمت يا يزيد وشفيت حقدك لما وضعت رأس ابن محمد أمامك والعصا في يدك تضرب بها ثنايا أبي عبد الله بمرأى ومسمع من العقيلة الحوراء زينب. نادت راسك يا خويا حين شفت، راسك يا خويا حين شفت تلعب عصا يزيد على شفته. أنا ذاك الوقت وجهي لطمته وصدت له بحرقة وندهت شلت يمينك يا اللي ضربته يا لما سمع للرجس لمته شتمني وتعدت له شتمته يا حسين يا هو اللي ضيع اخته. جار الدهر وفنى رجالي والصناديد ما ظل لي غير العليل وناحل القيد وتالي زماني أطب حسرة بمجلس يزيد وانا العزيزة مخدرة حدر الكرة وما قصر علي بالمصايب زماني بفقد الأب والأم والأخوة رماني وذبحنا صبعاني هل ولدي وعماني
ظلت أحشاي مشرحة من الضيم تشريح، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل أعمالنا منا في أوطاننا على أدياننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. كف أيدي الظلمة عنا، أرغم أنوف الظالمين يا رب العالمين، بجاه محمد وآله وبحرمة سورة الفاتحة قبلها الصلاة.